شياطين مرعبة من العالم القديم بيهاجموا أسرة بتسكن في بيت جديد، وبيدخلوا لهم عن طريق المرايات وهدفهم يخطفوا أولادهم. فيلم مليء بالإثارة والأحداث المرعبة، فيلم لولا-باي أو التهويدة. شاهد للنهاية وما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. زوجين جداد بيعيشوا مع طفلهم، بتحصل لهم أحداث غريبة، وبيجي مخلوق غريب وبيجرح الطفل في وجهه، وبيحاول الأب يهاجم الساحرة الغريبة داخل مراية، لكنها بتهجم عليه وبتموته. بتيجي أمه فيفيان وبتكتشف إن ابنها مات، وجسمه كله أزرق كأنه مات من فترة طويلة، وبتختفي الساحرة. بتيجي عيلة تانية وبتسكن نفس البيت. الزوجة اسمها راشيل، وهي أخت فيفيان المرأة اللي توفى ابنها في نفس البيت. بتستلم راشيل صندوق بتلاقيه مرسل من أمها، بتفتحه بتلاقي فيه دبدوب لطفل أختها المتوفي، وبتلاقي كتاب شكله غريب وقديم جدا. بتفتحه بتلاقيه باللغة العبرية، وبتلاقي في آخره نوتة موسيقية لكنها مش فاهمة حاجة. بيجي زوجها جون وبيقول لها إن النوتة الموسيقية دي عبارة عن أغنية للأطفال. وفي أحد الأيام بتلاقي راشيل ابنها بيبكي ومش عاوز يهدى، وبتفتح الكتاب وبتغني له النوتة الموسيقية، وبيهدأ الطفل وبينام. لكن الشيء الغريب إن مرايات البيت كانت بتتشقق. وبيجي زوجها جون وبتقوله إن طفلهم نام أول ما غنت له النوتة الموسيقية، وبيفرح. وأثناء نومهم بتراقب راشيل طفلها أثناء نومه في الغرفة الأخرى عن طريق شاشة فيديو، وفجأة بتشوف وجه قبيح لامرأة غريبة قاعدة جنب سرير الطفل. بتروح بسرعة عشان تشوف الطفل، لكنها ما بتلاقيش حاجة، وبتكتشف إن الدولاب مفتوح. بتفتحه ما بتلاقيش حاجة وبتستغرب بشدة. ولما بتخرج من حجرة ابنها بتشوف كل شيء بيتحرك في صالة البيت. بتفتش في كل مكان لكنها ما بتلاقيش أي حاجة. بتنظر في المراية وبتشوف وجه المرأة القبيحة خلفها في المراية، وبتلتفت ما بتلاقيش أي حاجة. وبتبدأ الشقوق في المرايات تزداد. بتدخل راشيل لزوجها أثناء استحمامه، وفجأة بيشوف المرأة القبيحة بدل زوجته. بتروح راشيل تشتري شاشة فيديو جديدة بدل القديمة اللي باظت، وفجأة النور بيقطع وبتشوف المرأة خلفها. بيرجع النور تاني وبتختفي المرأة من جنبها. وأثناء الليل بتسمع صوت بكاء طفل قادم من حجرة طفلها، بالرغم من إنه معاها في الصالة. وبتدخل الغرفة وبتشوف شيء بيتحرك تحت الغطا وصوت طفل بيبكي. وبتشيل الغطا بتلاقي دبدوب وما بتلاقيش أي حاجة تانية. وبتخاف بشدة وبتخرج برا البيت تنتظر زوجها لما يجي. ولما بيرجع جون بتحكيله كل اللي شافته، وبتقوله إنها بتشك إن في شخص معاهم مستخبي في البيت. بيدخل جون وبيجيب حديدة وبيستعد عشان يهاجم الشخص اللي في البيت. وبيشوف شيء بيتحرك قدامه، وبيشوف الشيء بيتحرك تاني وبيضربه بالحديدة، لكنه بيكتشف إن البغبغان بتاعه ومات وبيحزن عليه بشدة. وبيبدأوا يلاحظوا إن شقوق المرايات بتزيد. وبتقول راشيل لجون عن المرأة الغريبة وإنها بتشوفها في كل مكان في البيت. وبيفتح جون الكتاب وبيقول لها هي دي المرأة اللي بتشوفيها؟ بتقول له أيوة. بيقول لها إنه هو كمان بيشوفها. وأثناء الليل بيسمع زوجها بكاء الطفل، وبيلاحظ إن الصوت خارج البيت. وبيلاقي الصوت جاي من صندوق القمامة، وبيلاقي إن صوت الطفل جاي من الكتاب الغريب، وبياخد الكتاب المخيف عشان يدرسه. راشيل فجأة بتلاقي طفلها اختفى من جنبها، وبتشيل الملاية عشان تشوفه. بتلاقي نفسها كأنها في بحر عميق، وفجأة بتشوف جثة طفل مخيف. وبترتعب بشدة وبتحاول تسحب الغطا عشان تخرج، وفجأة بتلاقي ابنها جنبها مرة تانية. بيروح الزوج الكنيسة وبيحكي للكاهنة عن الأشياء الغريبة اللي بتحصل لهم، وبيطلب منها تساعده في طرد الأرواح الشريرة من بيتهم. وبتقوله إن أخت راشيل فيفيان قالت لها إن نفس الأحداث حصلت لها، وإن الأحداث دي كانت بتستمر معاها لحد ما اتجننت ودخلت مصحة عقلية.
وبيعرض عليها الكتاب. بتروح راشيل لأختها في المصحة العقلية وبتحكي لها عن اللي بيحصل معاهم، وبتسألها هل غنت اللحن اللي في الكتاب، وبتقول لها راشيل أيوة. وبتقول لها إن كان في أسطورة بتقول إن كان في امرأة قبل حواء اسمها ليليث، وكانت جميلة جدا، وكانت عاوزة تعيش مع آدم وحدهم بدون حواء، وكانت بتغني اللحن ده عشان تسحره. وحواء قالت لآدم واتحكم على ليليث إنها تخرج من الجنة، وتم طردها في الغابات وسط الذئاب. والغريب إن ليليث اتجوزت من الذئاب وأنجبت طفل مشوه، نصفه بشري ونصفه الآخر ذئب. ولما أنجبت حواء من آدم طفل جميل، غارت ليليث منها وكانت بتخطف أولادهم، لحد ما آدم دعا ربنا واتحكم على ليليث إنها تفضل مسجونة في الغابة وما تقدرش تخرج منها. وبتقول إن اللحن كان في الأصل طريقة لحراسة أطفال حواء وإبعاد ليليث عنهم، وكان اللحن اسمه لولابيه. وبتقول إن ليليث قدرت توصل للحن وحرفته، وأصبح اللي بيحاول يدندن اللحن بتظهر ليليث أمامه وبتخطف الطفل. وبتقول لها أختها إنها ممكن تساعدها، وبتطلب منها تخرجها من المصحة العقلية عشان تعرف تساعدها. بيرجع جون المنزل وبيلاقي حنفية المياه مفتوحة، وبيترك ابنه في الصالة وبيدخل عشان يقفلها، لكن فجأة باب الحمام بيتقفل عليه، وبيظهر الطفل المسخ أمام ابنه، وبيكسر زجاج أمامه عشان الطفل يمسكه ويجرح نفسه وياخد دم منه. وبيروح الطفل للزجاج وبيحاول يمسكه، لكن بتدخل راشيل وبتنقذ الطفل، وبتقول لهم فيفيان إن ليليث قتلت زوجها وخدت ابنها. وبتقول لهم إن ليليث بتدخل عالمهم عن طريق المرايات، وبتطلب منهم يغطوا كل المرايات اللي عندهم. بيروح الزوج لكاهن وبيعرض عليه الكتاب، وبيشوف الكاهن الكتاب وبيسأله هل في حد غنى لحن الكتاب. بيقوله إن زوجته غنته للطفل، وبيقوله الكاهن إن ليليث بتخطف الطفل بعد 3 طقوس. الطقس الأول هو غناء اللحن، والتاني التضحية بطائر، والتالت أخذ دم من الطفل. وبيقوله إنه قتل البغبغان بتاعه عن طريق الخطأ. وبيقوله الكاهن إن كده يبقى فاضل الطقس التالت، وهو جرح الطفل وأخذ دم منه. وبيحذروا إن ليليث هتحاول تاخد دم من الطفل عن طريق ابنها المسخ. وبيتضح إن سبب موت ابن أختها فيفيان هو أن طفل ليليث جرحه ومات الطفل فورا، وكان ابنهم هيموت لو جرح نفسه بالزجاج اللي اتكسر قدامه. وبيدي الكاهن جون شموع وبيديله دعاء وبيطلب منه يقرأه بإيمان، وبياخد الكتاب منه وبيقوله وجود الكتاب خطر على البشر. وفي أحد الليالي بيخرج ابن ليليث من الدولاب وبيتجه ناحية الطفل عشان يجرحه، لكن راشيل بتصحى وبتنقذ الطفل. وبتيجي أختها فيفيان وبتساعدها تشيل الطفل، وبتقول لها ترتاح في غرفتها. ولما بتخرج راشيل بتشيل أختها الغطيان من على المرايات وبتجرح الطفل، وبتبدأ تغني لحن ليليث. بتعرف راشيل وبتقول لها ليه عملتي كده؟ بتقول لها إن ابنها لسه عايش لكن في عالم ليليث السفلي، وإنها عاوزة ترجعه. وبتقول لها إني هتدي ابنها لليليث في مقابل إنها تسترد ابنها منها. وبتقول لها إنها هي اللي بعتت الكتاب لها مش أمها عشان تسترد ابنها من ليليث. وبتهجم راشيل عليها وبتدفعها من الحجرة، لكن بتيجي ليليث وبتاخد الطفل. وبتيجي راشيل وبتكتشف إن ابنها مش موجود، وبتاخدها أختها وبتسحبها داخل المراية، وبيروحوا لعالم ليليث السفلي. وأثناء عودة جون للبيت بتظهر أمامه ليليث وبتهاجمه داخل سيارته، لكنه بيهرب منها بصعوبة. ولما بيروح البيت بيشوف زوجته محبوسة داخل المراية. بيولع كل الشموع اللي اداهاله الكاهن وبيشوف كل المرايات. وفي العالم السفلي طفل ليليث بيحاول يهجم على راشيل، لكن أختها بتنقذها منه وبتقول لها إنهم لازم يساعدوا بعض عشان يرجعوا أطفالهم من ليليث. بتهاجم ليليث جون
وبتطفي الشموع اللي الكاهن اداهاله، وبيطلق الصلاة اللي الكاهن اداهاله، وبتبدأ الشموع تنور من تاني، وبتخاف ليليث وبتهرب. بتلاقي راشيل ابنها، لكن ليليث بتظهر أمامها وبتاخده منها، لكن فيفيان بتهاجم ليليث وبترجع الطفل منها، وبتطلب منها تهرب بسرعة عشان تنقذ حياتها هي وطفلها. لكن بتهجم ليليث على فيفيان، وبتجري راشيل بابنها وكل المرايات بتتكسر حواليها، وبتلاقي مراية واحدة هي اللي متكسرتش، وهي المراية اللي زوجها بيصلي أمامها. وبتدخل راشيل جوه المراية بسرعة قبل ما تتكسر زي كل المرايات، وبتحاول ليليث تخرج وراهم من المراية، لكن راشيل بدأت تصلي مرة أخرى مع زوجها مع الشموع. وبترجع ليليث لعالمها وبينجحوا في إنقاذ طفلهم، لكن راشيل بتكتشف إن الطفل اللي معاها مش ابنها، وإنه ابن أختها فيفيان، وإنها بدلته من ليليث، وإن ابنها ما زال مع ليليث في العالم السفلي. وبيدفع جون فلوس للشخص عشان يسترد الكتاب من الكاهن مرة تانية ويرجعوا ابنهم، لكن المرة دي هيضطروا يواجهوا ليليث وفيفيان اللي اتحولت لساحرة هي كمان. وبكده هيكون في جزء تاني للفيلم، انتظروه معانا في القناة.